نجاح في العالم الرقمي مش بس انك تكون موجود، لكن ان الناس تفتكر اسمك اول ما يفكروا في المجال بتاعك. تعالوا معايا اقول لكم ازاي تبني علامة شخصية تخليك مش بس معروف لكن مؤثر وموثوق. الخطوة الأولى اعرف نفسك بعمق. كتاب ستارت ويز واي بيقول إنك مش بس لازم تعرف هدف، ده بيقول إن الهدف ده هو المحرك الأساسي لكل نجاح هتوصل. تخيل معايا كده إنك بتجري في سباق، بتجري أكيد هتزهق، هتتعب، وممكن حتى تفقد طريقك. ده بقى اللي بيحصل لما تشتغل على النت من غير ليه، من غير لماذا واضحة. أصل الناس محتاجة تعرف إيه اللي بيخليك مختلف، إيه اللي بيشعل حماسك، وليه أصلا أنت بتشارك اللي بتشاركه. وهدفك هو بس الشهرة أو الفلوس، هتلاقي صعوبة إنك تكمل. لكن لو هدفك نابع من شغف حقيقي أو رسالة عميقة، هتلاقي طاقة مش طبيعية بتدفعك لقدام. عشان نطبق الخطوة دي نعمل إيه؟ هقولك على 3 أسئلة. خد لحظة وفكر فيه. أول حاجة، إيه المشكلة الكبيرة اللي أنت عايز تحلها؟ إيه اللي بيخليك تصحى الصبح بحماس؟ تالت سؤال، إيه القصة اللي بتحكيها لنفسك كل يوم عشان تستمر؟ لما تعرف لماذا بتاعتك، هتلاقي إن كل محتوى بيتقدمه بيكون ليه معنى، والناس هتحس بيه بصدق، والناس هتحس بالصدق ده وتبدأ تتفاعل معاه. الخطوة التانية، اسمع قصة شخصية جذابة. كلنا بنحب القصص، ومن ورا كل علامة شخصية ناجحة قصة بتشد الناس. في كتاب بيلدينج ستوري براند بيقول إننا لازم نخلي جمهورنا هم أبطال القصة، وإحنا المرشد اللي بيساعدهم يوصلوا للهدف. يعني مش لازم تحكي عن نفسك بشكل مباشر طول الوقت، لكن تحكي إزاي تجربتك بتفيد. وبصيت على أشهر المؤثرين هتلاقي إن هم مش بس بيشاركوا لحظات نجاحهم، ده كمان بيشاركوا لحظات إخفاقاتهم ولحظات سقوط، وده بيخلي الناس تحس إنهم مش لوحدهم في الرحلة دي. مثلا يعني لو انت بتقدم محتوى في التنمية الذاتية، ممكن تحكي موقف حصل معاك لما كنت بتواجه أزمة، ازاي اتعلمت درس مهم. ده مش بس هيخلي الناس تتعلق بيك، ده هيخليهم يثقوا انك فاهم مشكلتهم. القصص بتخلق علاقة إنسانية، دي أهم حاجة في بناء علامة شخصية، مش بس رقم ولا صورة. تالت خطوة، اختار منصتك بذكاء. غالبا بيكون عندك رغبة إنك تكون في كل مكان، فيسبوك، انستجرام، تيك توك، تويتر، يوتيوب، لينكدين. بس الحقيقة إن القوة مش في الانتشار الكبير العشوائي، القوة في التركيز والتميز في مكان معين. كتاب كراشنج إيد بيقول إن كل منصة ليها جمهور، وشخصية مختلفة، ولازم تختار المنصة اللي جمهورك بيستخدمها أكتر، وتكون مستعد تحط فيها وقتك وجهدك. لو أنت متخصص في محتوى تعليمي طويل، يوتيوب هي الأنسب. لو المحتوى قصير وممتع، تيك توك أو الريلز هي الأفضل. لو محتوى مهني أو أعمال، لينكدين هو المكان. التخصص والتركيز بيخلوك تبني جمهور حقيقي مش بس أرقام، والجمهور الحقيقي هو اللي بيحول علامتك الشخصية لمجرد اسم لظاهرة كبيرة. الخطوة رقم 4، إنك تكون بتقدم قيمة حقيقية. هو مش معنى إنك بتنزل محتوى إنك بتقدم قيمة. القيمة الحقيقية هي اللي بتحل مشكلة، بتعلم حاجة جديدة، أو بتلهم حد يغير حاجة في حياته. كاري فاينرتشوك بيقول سمعة بتتبني على القيمة اللي بتقدمها مش على الكلام اللي بتقوله. فكر معايا كده، لو كل اللي بتقدمه هو محتوى تقليدي مكرر، الناس مش هتفضل معاك. لكن لو قدمت معلومات جديدة، أدوات علمية، نصايح مدعومة بتجارب، هتخلق مجتمع حواليك. يعني لو انت بتقدم نصايح لتطوير الذات، ما تقولش كن ايجابي، لكن اشرح ازاي تبني عاده ايجابيه باستخدام خطوات عمليه سهله. او شارك كتاب قريته وفهمت منه حاجه مميزه. الخطوه رقم 5، التفاعل والمصداقيه. في زمن الكماليات المزيفه، الناس بتدور على الحقيقه والبساطه. لما تكون صريح، ترد على تعليقاتهم وتحكي عن اخفاقاتك وهزايمك، بتخلق علاقه انسانيه عميقه. الصدق مش ضعف، بالعكس هو قوه. الناس بتحس براحه لما تعرف ان ورا الحساب ده في شخص حقيقي بيواجه مشاكل زيهم، بيضحك، بيتعلم، بيحاول يتقدم. التفاعل مع الجمهور مش بس بيقوي العلاقه، ده بيخليك تفهم هما محتاجين ايه فعلا، وده بيخليك تطور محتواك بشكل مستمر يناسبهم. خطوه رقم 6، الثبات والاستمراريه. consistency is key. اقوى حاجه بتفرق بين اللي بيبدا وبين اللي بيكمل وينجح هي الاستمراريه. في البدايه ممكن يكون عدد المتابعين قليل، ممكن التفاعل يكون ضعيف، لكن اللي بيستمر هو اللي بيبني جمهور حقيقي. حدد لنفسك جدول للنشر والتفاعل مهما كانت الظروف. الناس بتتعود على وجودك، تبدا تنتظر المحتوى الجديد منك، وده بيخلق ولاء حقيقي. كمان الاستمراريه مش بس في التوقيت، لكن في الجوده والرساله اللي بتوصلها، اللي لو فجاه اتغيرت بشكل كبير او توقفت، الجمهور هيتشتت. الخطوه بقى رقم 7 والاخيره، انك تطور نفسك باستمرار. العالم بيتغير بسرعه رهيبه، التكنولوجيا وادوات التسويق، العالم كله بيتغير، واذواق الجمهور بتتغير. عشان تبقى علامه شخصيه قويه، لازم تكون متابع، متعلم، ومطور من نفسك. اقرا كتب جديده، احضر كورسات، تابع قاده المجال، واستقبل الملاحظات بصدر رحب. مش شرط تكون كل حاجه عندك صح من البدايه، المهم تبقى جاهز تتغير وتتحسن. كمان التطوير ده بيخلي محتواك جديد ومفيد، ويخلي الناس تحس ان معاك دايما في حاجه جديده يتعلموا. ولو وصلت للنقطه دي في الفيديو واتبعت الخطوات اللي قلنا عليها فوق، هتلاقي ان العلامه الشخصيه بتاعتك بتكبر وبتبقى اقوى كل يوم. وده مش بس هيساعدك تكون معروف، لكن كمان هيخليك مؤثر وموثوق وسط جمهور. خليك فاكر، خطوه جديده، درس جديد، واحنا دايما مع بعض في رحله المعرفه.